جيرزي جروتوفسكي مخرج ومنظر ومدرب مسرحي بولوني، صاحب نظرية المسرح الفقير ومؤسس المختبر المسرحي. تولد سنة 1933 وتوفى وهو مريض بسرطان الدم سنة 1999. قرأ تمثيل في كاراكاو وموسكو وبكين، لكنه توجه للإخراج المسرحي، وكانت أول أعماله في عام 1957 الكراسي ليوجين يونسكو، وبعد عامين أسس مع صديقه لودوفيك فلانشن المختبر المسرحي اللي تسمى وقتها بمسرح 13 صف Theater of 30 Rows. ومن بعد حولوه في عام 1965 لمدينة فروكلاف، واللي ولا مركز الأبحاث في فن التمثيل. وقت اللي تسأل جروتوفسكي على المصادر اللي تشكل مرجعيته الفنية والفكرية، أشار الممثل البولوني يوليوس أوستيرفا وستانزلافسكي وماير هولد وأرتو وبريشت، وأشار زاد لتقاليد مسرح النوع الياباني والكاتاكالي الهندي وأوبرا بكين. وأضاف بأنه في المختبر يتم تركيز كل شيء لإنضاج الممثل عن طريق توتيره للحد الأقصى وتجريده الكامل، بمعنى أن الممثل يقدم روحه هدية كاملة للعرض. وهذه هي فنية التجلي وتكامل القوى النفسية والجسد اللي تنبعث من كيانه وغريزته، بما أنه أشكال السلوك الطبيعي تخفي الحقيقة. إذا مش الحركة الطبيعية هي التعبير الصحيح للممثل في عروض جروتوفسكي، اللي استعان بنتائج من العلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا الثقافية. أبرز أعمال جروتوفسكي الإخراجية هي قابيل 1960 لبايرون، وكورديان للبولوني سلوفاكي، وأكروبوليوس للبولوني فيسبيانسكي، وتاريخ المأساوي للدكتور فاوست للإنجليزي مارلو 1962، والأمير الصامد لكالديرون دي لا باركا، والقيامة في صور لجروتوفسكي نفسه 1971. وصلته العروض هذه للشهرة العالمية في أوساط المختصين في المسرح لجديتها وخروجها على السائد المألوف في المشهد المسرحي في الستينات والسبعينات في القرن العشرين. وللفت انتباه المسرحيين تحديدا لجروتوفسكي تعاملوا مع الممثل والفضاء والنسق المسرحي والجمهور من تتضافر العناصر هذه مع بعضها في نسق يولد حالة خاصة تتركز وظيفتها في تحريض الممثل على خلق دور بنفسه ومش إعادة إنتاج الشخصية كما تخيلها وصفها الكاتب. ومن هنا فقدت النصوص الأدبية قدسيتها عند جروتوفسكي، وولات مادة خامة قابلة لإعادة النظر والحذف والتطوير وإعادة الكتابة. صحيح أنه جروتوفسكي يخدم على النصوص مسرحية للكتاب مسرحيين معروفين، إلا أنه نص عرضه المسرحي الجاهز للقاء مع الجمهور ما يتبقش مع نص المؤلف، يعني اللي يشوفه المشاهد في العرض هو سيناريو جديد نتج من حالة الارتجال مع الممثل في البروفات. يركز جروتوفسكي على الممثل كهو متخلي على مكونات العرض الأخرى من ديكور وأزياء ومكياج وموسيقى وإذاعة، وأطلق على عروضه الجديدة تسمية المسرح في مواجهة المسرح الثري بالتقنيات الحديثة. ويقول جروتوفسكي في الصدد هذا: تعريفات المسرح ما توفاش، وباش نخرجوا من دائرة المفرغة هذه لابد أنه نلغيو بعض التعريفات، وهذا بأن نسأل رواحنا ما هو غير ضروري في المسرح. هل نجم نلقاو مسرح من غير أزياء وديكور؟ أي نعم النجم. ومن غير موسيقى تصويرية ومؤثرات وإضاءة وصوت؟ بالطبيعة النجم. وهل هذا ممكن من دون نص؟ نعم زادا. فتاريخ المسرح يؤكد هذا. ولكن هل ينجم يكون فما مسرح من غير ممثل؟ لا علم لي بأي سابقة من هذا القبيل. وهكا يتبقى لنا لقيام المسرح ممثل ومشاهد، وهكا نجم نعرف المسرح بقولنا أنه ما يحدث بين الممثل والمشاهد. ولهذا فإنه المسرح الفقير واللي ولى عنا في السنوات الأخيرة ما فيهوش سوى ممثلين ومشاهدين، أنه كل ما هو بصري يقدم الممثل بجسده، وكل ما هو سمعي يقدم الممثل بصوته.